أخي أخيتي، إذا حدث لك زحام في الشارع فإنك تشعر بملل وضيق، تتمنى أن تخرج من هذا الزحام بأسرع وقت. فكيف أخي أخيتي عندما نبعث يوم القيامة وتدنو الشمس منا والعرق يتصبب فيصل للقدم والساق والخصر والغرق في يوم مقداره 100 سنة، لا والله بل 1000 سنة، لا والله بل في يوم مقداره 50,000 سنة. يا لله أي يوم هذا! ولكن عجبا، تبعث يوم القيامة في محشر فتنادى أخي أخيتي من بين الناس، أنت لست معهم، أنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فقد جمعت المكان وقصر الزمان، فتقول من أين لي هذا؟ فإني أعرف ضعفي وقلة حيلتي وذنوبي. فإذا بجوالك بعد فضل الله الذي بين يديك الآن أوصلك لذاك. ألا تذكر في جوالك أنك أحببت أصحابا وتواصلت معهم حبا في الله؟ وألا تذكرين أخيتي أنك أحببت صديقة لك في الله فدخلتم تحت قول الحبيب من السبعة الذين يظلهم الله بظله ورجلان تحابا في الله، والبشارة أن المرأة تدخل في الفضل كالرجل. وإذا بك أخي في جوالك تدعوك امرأة ذات منصب وجمال، وإذا بك ترسل لها وتقول إني أخاف الله. وكذلك أختي لو دعاك شاب ذا منصب وجمال فقلت بجوالك إني أخاف الله وامتنعت فأنت داخلة في ظل الله، والبشارة أن المرأة كالرجل. بل إنك في من جوالك تحول مبلغا ماليا من حسابك لحساب جمعية خيرية أو لفقير أو ليتيم لا يراها إلا أنت، وإذا بك تفاجأ أن بتحويلك أضلك الله. قال الحبيب لمن يضلهم الله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. والبشارة أختي أنك مثل الرجل في هذا الفضل. بل من جوالك وأنت لوحدك حرصت على مشاهدة مقاطع نافعة ورسائل طيبة، فذكرت الله تعظيما وحبا ففاضت الدمعات لا يراك أحد. قال الحبيب: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت أخي أخيتي داخل في ظل الله. كل هذا في جوالي وأنا لا أعلم. أسأل الله كما أكرمتنا بنعمة الجوال أكرمنا بتسخيره في طاعتك، ورفع الله قدر من نشر هذا المقطع. وصلى الله على من إذا صليت عليه أنزل عليك من الرحمات 10.